السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. السيدة نقيب الكيميائيين الخبير الاستشاري رغداء حسن الدجيلي المحترمة، الدكتور سعد أحمد ذياب ممثل معالي وزير التربية في الحكومة الاتحادية المحترمة، السيد لقمان سعيد صديق مدير عام تربية أربيل ممثل معالي السيد وزير التربية في إقليم كردستان المحترم، أهلا ومرحبا بكم. السيدات والسادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمناصب المحترمون، أسعدتم صباحا، صباح النجاح الباهر والتفوق. نشعر رغم أننا في فصل الشتاء والسماء ملبدة بالغيوم، إلا أنه يوم صيفي مشرق والسماء صافية مبتسمة بحضوركم اليوم أبناءنا طلبة العراق، أحبتنا، مستقبل وطننا. برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم، تتشرف نقابة الكيميائيين العراقية ووزارة التربية في إقليم كردستان أن تقيم فعاليات الاختبار النظري للمستوى الأول لأولمبياد الكيمياء العالمي آيكو 57. إذانا وانطلاقا لفعاليات هذه الجلسة، نقرأ سورة الفاتحة وقوفا ترحما على شهداء وطننا، يتبعها النشيد الوطني العراقي ثم النشيد الوطني لإقليم كردستان. وندعو السيد ممثل معالي وزير التربية في إقليم كردستان السيد لقمان سعيد صديق مدير عام تربية أربيل لإلقاء كلمة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في أربيل. أنا أقدم كلمتي باللغة الكردية. هاليوم احنا مسرورين جايين لإقليم كردستان، وخاصة البناية الجديدة مع المجمع التربوي للبارزان الخالد. يا أهلا بكم، أهلا وسهلا. بناي خواي قورو مهربان برئيس رغداء دجيلي نقيب كيمياء قراني عراق، برئيس دكتور سعد أحمد ذياب بريوبري نشنجي وزيري پروردو دستي سعوديري بهرمندكان، برئيسان سروكو انداماني لجنة زانستي أولمبي، برئيسان سروكو بشي سنديكاي هر يك لهر دو پارێزگای كركوك و نينوا، برئيسان آمدوان بناي وزارتي پروردا حكومتي هريمي كردستان بخيراتني گرمتان دكين لم بونيدا خوشحالين بشانازيوا میوانداریتان بکەین. لە هەمان کاتدا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئاسانکاریەک دەخاتە بەردەست بۆ بە ئامانجگەیاندنی پرۆسەی بەشداریکردنی سەندیکای کیمیاگەرانی عێراق
کە بەشدارە لە ئۆلۆمپیاتی جیهانی کیمیاگەران کە یەکەم جارە عێراق تێیدا بەشدار دەبێت کە 56 ساڵی لێدا بڕاوە. بۆیە دەستخۆشی لە خاتوو ڕەغدا دوجێیلی دەکەین کە بە هەوڵ و کۆششێکی زۆر توانی ئەم کارە ئەنجام بدات بە هیوای سەرکەوتن بۆ بەشداربووان و بەدروستکردنەوەی ناوی وڵاتەکەمان و گەیشتن بە کاروانی پێشکەوتنی وڵاتان. لە کۆتاییدا دووبارە بە گەرمی بە خێراتنتان دەکەم، هیوادارم بەمانەوەتان خۆشترین کات بەسەر ببن. هەموو کاتێکتان خۆشی و کامەرانی بێت. زۆر سپاس. شكرا للسيد مدير عام تربية أربيل على كلمته. ندعو الدكتور سعد أحمد ذياب ممثل وزارة التربية في الحكومة الاتحادية لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية طبعا أقدم شكر كبير لوزارة التربية في إقليم كردستان على استضافتها لهذه الفعالية. طبعا دائما تبهرنا وزارة التربية في إقليم كردستان بكل ما هو جديد ومتطور بمجال التعليم، وخصوصا هذا المبنى الجميل. أنا أول ما دخلت للمبنى تخيلت أنه هو مدرسة أهلية بصراحة، وتبين أنه هي مدرسة حكومية. فأحيي وزارة التربية على أنه توفر الأبناء الإقليم فرص كبيرة بالتعليم واحتضانهم وبنى تحتية تليق بهم. كل التوفيق إن شاء الله. بالنسبة لأولمبياد الكيمياء، ما تتخيلون الجهد الكبير اللي بذلته ست رغداء نقيبة الكيميائيين العراقيين بسفرها العام الماضي للسعودية. موضوع الأولمبياد الكيمياء، العراق لم يكن حاضرا في هذا الأولمبياد أبدا، وبجهود من ست رغداء المحترمة استطاعت أنه تستثني العراق من الانتظار لسنوات أخرى ودخوله بهذه المسابقة. جهود كبيرة بذلتها ست رغداء طبعا بالتعاون ويا وزارتنا حتى تستطيع أن تختار فريق وطني يليق بالعراق يشارك بهذه البطولة العالمية. احنا كوزارة النخب اللي عندنا من الطلاب هي مدارس المتميزين الموهوبين ومدارس المتفوقين أيضا. فرغم ضيق الوقت والمسألة تدرون موضوع الامتحانات احنا يعني دائما مقيدين به، يعني يمكن لو كان التوقيت بغير توقيت كان شهدنا أضعاف الأعداد المشاركة، بس احنا هم مقدرين ظروف الطلاب. فأشكر كل الطلاب والطالبات اللي اشتركوا واللي أنا متأكد هم يعني داسوا على نفسهم في سبيل انه يشاركون، وانا يعني اكيد عندهم اختبارات وامتحانات نصف السنه ايضا على الابواب. وكذلك اشكر مدراء ومديرات المدارس اللي يعني ساهموا باللي يقدرون عليه انه يكون عندهم تمثيل بهذه المسابقه. انا اتوقع انه طلبتنا وبناتنا راح يطلع منهم فريق كيمياء يليق بالعراق، بلد جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء. فنتمنى إن شاء الله على الجولات القادمة ست رغداء تستخلص من عندكم فريق عراقي يليق بالعراق. طبعا احنا بقطاع الكيمياء بدنا نشتغل ويا ست رغداء، عندنا قطاعات أخرى أيضا بالرياضيات عندنا أيضا فريق، وأنا إن شاء الله أيضا راح أشكل فريق من وزارة التربية يبحث عن الأبطال بمجال الرياضيات بالنسبة لمدارسنا أيضا، لأن عندنا مسابقات شاركنا بها قبل شهر تقريبا، مسابقة على مستوى الوطن العربي أخذنا بها الجائزة البرونزية، الميدالية البرونزية، وكانت فترة التحضير للطلاب كلش فترة قصيرة، يعني لو حاضرين احنا أكثر يعني 100% ناخذ الميدالية الذهبية، لأن مثل ما معروف العراق الاي كيو مال العراقيين مجال الماثماتكس هو كلش عالي، وتحديدا طبعا الاخوه الكرد معروف عنهم انهم بالرياضيات كلش شطار. فالمفروض يكون عندنا تعاون ويا وزاره الاقليم ويكون المنتخب الوطني للرياضيات ايضا مشترك، لان احنا مراهنين مجال الرياضيات
الأخوة الكرد يكونون ويانا موجودين. وكذلك طبعا مجال اللغة الإنجليزية أيضا احنا مشكلين فريق وعندنا بطولة عالمية بمجال اللغة الإنجليزية. كل القطاعات طبعا احنا كل القطاعات كل الاختصاصات العلمية والإنسانية هي بها بطولات عالمية. حرصنا على الاشتراك بها يعود لسبب واحد بالنسبة لنا كوزارة، احنا نريد نقيس مستوى تعليمنا بالدول الأخرى. أنا لما أشارك وأقدر يعني احنا مثل بالرياضيات فترة تحضير بسيطة أخذنا برونزية على مستوى الوطن العربي، في حين دول أخرى مستقرة وأكثر استقرارا من العراق ما حصلت هذا الموقع. فهي دلالة على أنه احنا تعليمنا يعني جيد رغم المشاكل اللي عندنا بالبلد، ولكن احنا مستوى تعليمنا أيضا جيد. يمكن نحتاج عمليات تطوير بمجال المناهج، بعض المفردات وكذلك رقمنة المناهج، بس احنا إن شاء الله نعمل باللي نقدر عليه وبدعم الحكومة إلنا طبعا وبجهود الناس الخيرين والطيبين اللي حضراتكم جزء من هذا المجتمع. وما أريد أطيل، شكرا جزيلا، وإن شاء الله اليوم نفرح بأولادنا وبناتنا اللي مشاركين ونحتفل سوية باللي راح يجتازون الاختبارات ويمثلون البلد. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور سعد أحمد ذياب. لو أستطيع لصقت شعري من ورد الياسمين ونثرته وردا زهت أنواره للحاضرين. البدر لاقى فيه فلاح وضاء الجبين، والبدر أنتم وكيف لا، والبدر ليس له قرين. ندعو السيدة الخبير الاستشاري رغداء حسن الدجيلي نقيب الكيميائيين العراقيين لإلقاء كلمة والإذان ببدء فعاليات هذا اليوم. السلام عليكم. حيا الله الحضور، حيا الله أبنائنا وبناتنا. أنا صراحة ما أكتب كلمة، دائما كلماتي ارتجالية. أبدأ قولي بقوله تعالى: وعلمنا الإنسان ما لم يعلم. وقل ربي زدني علما. أبنائنا بناتنا أحبتنا، كوادر تدريسية، السادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمناصب، اللجنة العلمية الراقية اللي مواكبتني من أول يوم. سجلنا اسم العراق بكل فخر واعتزاز بعد أن كان مغيب ل56 سنة. أفتخر أني كنقيب الكيميائيين العراقيين وكنقابة الكيميائيين العراقية إن سجلنا العراق بعد أن كان مغيب 56 سنة، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. هذا التأخير أنا مؤمنة بأنه سيكون لصالح العراق، بلد العلم، بلد من أسس علم الكيمياء، أولاد جابر بن حيان وأولاد العالمة الكيميائية البابلية، أول من أسست أيضا علم الكيمياء وعلم العطور الكيميائية. تابوتي كانت صانعة العطور للبلاط الملكي. أبنائنا، يعني أحب أقول إنه أنا متأكدة تماماً إنه راح نحصل إحنا 4 طلاب راح نشارك بهذا الأولمبياد العالمي، الفريق الوطني العراقي للكيمياء، 4 أساس 4 احتياط، خيرة النخب في علم الكيمياء. فأكيد راح تحصلون الذهبي أو الفضي، ما أقول برونزي لأن أنا متأكدة من ذكائكم، ومتأكدة أحد من عندكم راح يحصل التوب 3 على العالم. سيادة الدكتور سعد أحمد ذياب، أيضا هناك منح إن شاء الله خارج العراق لهذه العقول للدراسة في المرحلة الجامعية إن شاء الله، ما يقصر وياكم، وهو سعى ونجح واستحصل موافقة دولة رئيس الوزراء على هذا الموضوع. فإن شاء الله يتوج نجاحكم بهذا الشيء، واللي هالسنة ما راح يطلع معدل لا يحزن ولا ينقهر، راح تظلون تكملون ويانا، نعتبره هذا براكتس هالسنة. للسنة القادمة إن شاء الله نشارك بالآيكو 58 راح يكون في الصين إن شاء الله. يصير هذا تدريب لكم حتى نأهلكم بالعطلة الصيفية إن شاء الله. نفسكم ما راح نغادركم، اللي يحب يكمل هو اختياري. نقول 100 هلا وبيكم، وأنتم مستقبل العراق، أنتم راح تبنون العراق، وأنتم راح تكملون مسيرتنا. إن إحنا اللي علينا نوصلكم للمرحلة الأخيرة وأنتم الباقي عليكم.
أتشرف أن أدعو الدكتور سعد أحمد ذياب والأستاذ لقمان والست حمدية تسليمكم درع شكر والتقدير، درع جابر بن حيان اللي صممناه خصيصاً لنقابة الكيمياء العراقية. نشكركم لما بذلتموه من جهد ودعم وإسناد لنقابة الكيميائيين العراقية. ئەمڕۆ بە سەرپەرشتی سندیکای کیمیاگەرانی عێراق کە تایبەت بۆ قوتابیانێک کە خۆیان ئامادەکەن بۆ بەشداریکردن لە ئۆلۆمپیاتی نێودەوڵەتی بە مەبەستی بەشداریکردن لەو ئۆلۆمپیاتەی کە بۆ بابەتی کیمیا. ئەمڕۆ ئێمە لە بەڕێوەبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە کۆمەلگای پەروەردەی بارزانی نەمر پێشوازیمان لەو قوتابیانە و لەو بەڕێزانە کرد کە ئۆلۆمپیاتەکە بڕێوە دەبن کە عێراق بۆ ماوەی 56 ساڵ بوو کە لێدا بڕابوو لەو ئۆلۆمپیاتە کە ئەم ساڵە دەستی پێکردەوەکو بەشدار بێت لەسەر مستەوای عێراق. ئەم مسابقەی ئۆلۆمپیاتی کیمیایە لە یەکەم لە سەطحی لە لێڤڵی پارێزگارە، دوای پارێزگا لە سەطحی هەموو عێراقا، دوایی بە ئینتەرنەشنال دەبی. ئەمڕۆ مناڵەکانی تەلەبەی کوردستان بەشدارن، تقریباً 15 تەلەبەمان بەشدارە لە سلێمانی، 9 تەلەبەمان بەشدارە لە دهۆک، 2 تەلەبەمانیش لە هەولێر بەشدارن. و ئەوە 2 مانگە بە ئۆنلاین سرج دەکەن و دەخینن و تەلەبەی زۆر زیرەکمان هەیە. هەر ئەمڕۆ دکتۆر سەعەد مدیر مەکتەبی وەزیری تەربیەی بەغدا باسی کردەیوت تەلەبەکانی کوردستان لە بیرکاری تۆپن. ئینشاءالله لە ئەم مسابقەیش کە کیمیایە هەر تۆپ بەدەست دێنین. و من سپاسی بەڕێز جەنابی وەزیری پەروەردە دکتۆر ئالان دەکەم کەوا دەعمیکمان دەکا لە هەموو مسابقەیەک لە ئینتەرنەشناڵە ئێمە بەشدار دەبین. و سپاسی دکتۆرە ڕەغدایش دەکەم، ئەمانە وەک میوان لە سعودیە بوونە لەم مسابقە مشارەکەیان کردیە، دوایی داوایان کردیە عێراقیش بەشدار بیت. ئەمجا 2 موافقەیان بەدەستی نایە، یەک عێراق وەک هەند بەشدارە، وەک مراقب ئشراف دەکا و وەک بەشداربوونیش مشارەکەی کردیە. ئێمەیشە ئەوەیە قاعەکەی پێمان درایە، هەموو تەسیلات پێمان درایە. زۆر سپاس مدیری کۆمەلگەی بارزانی نەمر دەکەم کە ئەو ماندوو بووە ئەوە 2 ڕۆژە لەگەڵ ئێمەیە، پیشوازی لەو هەموو میوانە و ئەو هەموو تەلەبە کراوە و سپاسی ئێوەیش دەکەم. على بركة الله محطتنا الأخيرة هي محافظات إقليم كردستان، وأيضا تنضم لها محافظة كركوك ومحافظة نينوى لإجراء فعالية اختبار المستوى الأول لأولمبياد الكيمياء العالمي آيكو 57 برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشيع السوداني. طلبتنا اختاريناهم من المتقدمين الأوائل في مادة الكيمياء من مدارس الموهوبين والمتميزين. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. الأسئلة هي بمستوى جامعي وماجستير في مادة الكيمياء، واحنا كلنا امل ان يمثلون بلدهم خير تمثيل، ونختار النخب الكيميائيه من عندهم العقول المتقدمه في علم الكيمياء ليمثلون بلدهم في الفريق الوطني العراقي لمشاركه السنه القادمه في دبي ان شاء الله لعام 2025. مسابقة الأولمبياد الوطني
اللي هو تحضير للأولمبياد العالمي للكيمياء الذي سيقام إن شاء الله العام المقبل في دبي. تقوم هذه الجهود طبعا بالتعاون مع نقابة الكيميائيين العراقية ووزارة التربية الاتحادية، وأيضا بدعم من وزارة التربية في إقليم كردستان. المسابقة طبعا راح تشمل اختبارات للطلبة من المدارس المتميزين والموهوبين. وبعد هاي الاختبارات راح يتم اختيار مجموعة من الطلبة والتلاميذ اللي إن شاء الله يمثلون العراق في المسابقة الدولية العام المقبل. الآن في مجمع بارزاني لأداء تصفيات الأولمبياد الكيميائية. طبعا نشكر ست رغداء وجميع المدراء والمدرسين الذين ساهموا في هذا التنظيم على الرغم من كثرة الطلاب الجاية من المحافظات، ولكن التنظيم كان كلش ممتاز. وطبعا هذه الأولمبياد يعني على الرغم من أن هي تنافسية ولكن تجمع جميع الطلاب من جميع المحافظات، ونحن هدفنا إن شاء الله يعني الوصول الى الدور اللي بعده والدور القادم، وان شاء الله نرفع العراق في بلدان العالم. اما وكو یەکەم مەکتەب لە سلێمانی و ئاسی کوردستانی شابێژاریمان لەم پێشبڕکەی ئۆلۆمپیاتی کیمیایە کردووە کە ئەمە 57مین ساڵێتی وڵاتی عێراق توانین بەشداری تیا بکە. ئێمە وەکو یەکەم مەکتەبی کورد توانیمانە بەشداری تیا بکەین و پشت بەخوا سەرکەوتوو شەبین و ئەچینە قۆناغی کۆتاییشەوە کە لە وڵاتی ئیمارات لە شاری دوبەی ئەنجامەدرێت مانگی حەوت. بەشدار بووین لەم پێشبڕکەی نێودەوڵەتی کیمیایە و زۆر پێم خۆشە چونکە ئێمە وەکو نوێنەرانی کورد بەشدار بووین لەم ئۆلۆمپیادا و بۆ یەکەم ساڵیش لە هەرێمی کوردستان قوتابخانەیەک بەشدار بووە لەم ئۆلۆمپیادا و زۆر شانازیە بۆ ئێمە وەکو تەلەبەی کورد وەکو داهاتووی کورد کە بتوانین بەشدار بین لێ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن في مجمع بارزاني لأداء تصفيات الكيمياء. أشكر الست رغداء وجميع المدرسين الذي ساهموا في هذا التنظيم الجيد على الرغم من الأعداد الكبيرة، لكن التنظيم كان كلش ممتاز. وهذه الأولمبياد يعني باب كلش رائع لالتقاء جميع المحافظات والتعارف، وهاي تصفيات كانت جدا رائعة. أشكر مجمع بارزاني على احتضانه مثل هذه المسابقات، وأنا صحيح تفاجأت بهذا التطور في التعليم اللي حاصل في إقليم كردستان، وإن شاء الله التطور الأفضل في إقليم كردستان. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكر وزارة التربية والتعليم على هذه الأولمبيات، والعلوم طبعا يفيدون بها الطلاب بشكل جيد، وكانت مسابقة منظمة بشكل جيد جدا والمادة ممتازة، ونشكر ست رغداء على انتظامها مع الطلبة وتواصلها الجيد مع الطلبة. وطبعا مسابقة مثل ما تشوفون وثقت لكم قناتنا انه القناة يعني وثقت كل شيء موجود بالقاعة، وكله كان ممتاز منظم، ونشكر جميع المدارس والطلبة المشاركين، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.